سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، 7 من سبتمبر هذا العام. لحظة إعلان شركة أبل إطلاق هاتفها الجديد بنسختي آيفون 7 وآيفون 7 بلس. يوم مهم بالنسبة لشركة أبل ولعشاقها في الوقت ذاته. ما إن تم الإعلان عن هاتف آيفون 7 حتى بدأت التقارير تتوالى عن ميزاته، ولكن أيضاً عن كونه لم يأتي سوى كنسخة محسنة من سابقه آيفون 6S. فكثير من عشاق أبل ومستخدمي آيفون 6S تحديداً يرون أنه لم يقدم ما يكفي ليدفعهم للترقية للهاتف الجديد. لكن هذا ما دفعنا نحن للمقارنة بين هاتفي آيفون 7 وآيفون 6S. جاء آيفون 7 بتصميم خارجي مشابه لسابقه 6S، مع عدة اختلافات أبرزها أن أبل استغنت عن منفذ سماعات 3.5 ملم التقليدي لتكتفي بمنفذ ضوئي يتيح شحن الجهاز أو وصله بسماعات الرأس، لكن ليس في نفس الوقت، وهي الخطوة التي يرى كثيرون أنها حرمتهم من استخدام سماعات الرأس التقليدية أثناء شحن الجهاز. أبل حاولت إرضاء زبائنها من خلال توفير وصلة مجانية بين المنفذ الضوئي الجديد وأي سماعات رأس تقليدية، كما أعلنت عن سماعات إيربودز اللاسلكية عالية الجودة والتي تقدم صوتاً محسناً وعمراً أطول للبطارية، وتعمل مع المساعد الصوتي سيري، ويمكن ربطها مع ساعة أبل، لكنها للأسف ليست مجانية إذ يبلغ ثمنها $159. وهنا لا ننسى ذكر أن أبل زودت هاتفها الجديد بسماعتي ستيريو تقول إنهما توفران صوتاً أقوى بمرتين من آيفون 6S. من حيث الشكل الخارجي أيضاً غيرت أبل تصميم الهوائي على الجهة الخلفية من الهاتف، حيث يظهر الآن بشكل متناسق مع اللون الأسود وكأنه غير موجود. ويتوفر آيفون 7 بلونين جديدين مقارنة مع آيفون 6S، هما الأسود المطفي والأسود اللامع، لكن الأخير سهل الخدش حسب أبل. من حيث الوزن جاء آيفون 7 أخف من 6S ب5 جرامات فقط. أما الميزة الجديدة والهامة التي حصل عليها آيفون 7 مقارنة بسلفه 6S فهي مقاومته للماء، ميزة لطالما طلب بها عشاق آيفون، لكن أبل ذكرت رسمياً بشكل واضح وصريح أن الضمان الذي يأتي مع الهاتف لا يشمل أي أضرار تحدث للهاتف بسبب الماء، كما أضافت أن مقاومة الماء والأتربة تقل بمرور الزمن، ونصحت بعدم تعريض الهاتف للبلل قدر الإمكان، مما عرضها لانتقاد واسع من المشككين في هذه الميزة. جاء تصميم آيفون 7 مشابهاً لتصميم 6S من حيث الشاشة التي قياسها 4.7 بوصة بدقة 1343 في 750 بكسل، وتدعم ميزة 3D Touch. لكن أبل تقول إن شاشة هاتفها الجديد جاءت أكثر سطوعاً من شاشة سابقه 6S بنسبة 25%، كما أنها توفر ألواناً أفضل من الإصدار السابق. كما عدلت أبل من آلية عمل زر هوم في آيفون 7، إذ أصبح يعمل باللمس ويستشعر شدة الضغط عليه، وبناء على ذلك ينفذ مهام مختلفة، من أهمها كما في سابقه مستشعر بصمة الإصبع. من حيث الأداء أصبح آيفون 7 أفضل، فقد زود بمعالج A10 فيوجن رباعي النواة، وهو أسرع بحوالي 40% من معالج A9 في آيفون 6S، فضلاً عن أنه أسرع منه بالرسومات بنسبة 50%. أما بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي فقد بقيت في آيفون 7 كما في 6 بلس بسعة 2 جيجا بايت. من حيث الكاميرا زودت أبل آيفون 7 بكاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل بآلية تقريب الزوم، تدعم كلاهما ميزة التثبيت البصري للحصول على صور أكثر إشراقاً ووضوحاً ودقة أكبر في تصوير الفيديو، فضلاً عن ميزة نظام فلاش رباعي من نوع LED True Tone. وتخلت أبل في آيفون 7 عن سعة التخزين 16 و64 جيجا بايت لتقدم سعة تخزين ب 32 128 و256 جيجا بايت، ما يعني أنها ضاعفت مساحة التخزين في هاتف آيفون 7. ورغم ما رصدنا من اختلافات بين الهاتفين، يرى كثيرون أن هاتف آيفون 7 جاء بميزات أقل من المتوقع، فماذا ترى أنت؟